مساء الهنا والسعادة، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل الأمة الإسلامية طيبة وبخير يا رب العالمين. طبعا خلاص رمضان فاضل أيام بسيطة ويخلص على خير. طبعا حبيت بقى كده أختم رمضان بالكنافة القمر دي. هنعمل النهاردة إن شاء الله كنافة بالكريمة والمانجا تحفة جدا، اللهم بارك. طريقتها بسيطة جدا وسهلة وهتحضريها في أقل من 10 دقايق، بجد طعمها تحفة جدا ما شاء الله. هنعملها برضو بالفستق الكداب كده زي ما انتم شايفين، بصراحة طعمه جميل جدا جدا. والكنافة القمر دي هتكون أحلى كنافة هتاكليها وهتختمي بيها كده رمضان. قبل ما ابدا الفيديو بشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك وبيكتب لي تعليق، ما تحرمش منكم يا رب. يلا في البدايه نقول بسم الله. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسنيش في اللايك حبايبي، ويلا بقى نقول بسم الله ونشوف كده الكنافه القمر. انا معايا هنا نص كيلو كده من الكنافه، والكنافه دي كانت محطوطه في الفريزر. عايزه اقول لكم والله يعني ما شاء الله جايباها من اول رمضان، يعني ما شاء الله ما بيحصلهاش حاجه خالص. مسكتها كده زي ما انتم شايفين، كسرتها بايدي لحد ما نعمتها. وهنا نزلت كده ب5 معالق كده من السكر البودر. طبعا السكر البودر هيديها لون حلو جدا جدا. وبعد كده معايا كوبايه من السمنه والزبده، الاتنين على بعض. عايزه اقول لكم طعمها تحفه جدا ما شاء الله، اللهم بارك. انا هنا سيحت السمنه كده وسيحت الزبده الاتنين مع بعض. حابه ان انت تعملي سمنه وزيت، حابه تعملي زبده وسمنه، براحتك بقى اللي انت حابه تضيفيه ضيفيه. انا هنا طبعا مسكت الزبده والسمنه كده على بعض وحطيتهم على الكنافه، وشربت كل الكنافه طبعا بالإدام اللي انا حطيته. معايا البايركس اللي انا هعمل فيه، حطوله زي ما انتم شايفين شويه كده من الزبده، وهنزل بقى بطبقه كده من الكنافه. طعمها جميل جدا جدا، وبدل ما تشتريها من بره بالغالي اعمليها في البيت بأقل التكلفة. ما شاء الله بتكون طعمها حلو جدا جدا ما شاء الله، وطلعت معانا روعة بجد. هنعمل خطوة هنا حلوة جدا جدا. بعد ما حطينا طبقة من الكنافة، جبنا شرايح المانجا وهنحطها في النص بالمنظر ده. عايزة اقول لكم بجد طعم عالي، يعني بجد الطعم رهيب، جميلة جدا جدا. طبعا هنا المانجا كانت مجمدة، انا طبعا خدت كده في حدود 4 مانجات، قطعتهم كده زي ما انتم شايفين شرايح، وحطيت جزء منهم هنا، وهسيب بقى جزء ازين بيه ان شاء الله في الاخر كده مع بعض. وهنا كده حطيت الطبقه التانية من الكنافه ودخلتها الفرن على درجه حراره 180. طبعا مجرد ما جابت لون كده من تحت، حطيتها تحت الشوايه وطلع لونها تحفه. جبت بقى كده السيرب، خدت ربع كوبايه بس من السيرب وحطيته كده على وش الكنافه. احنا مش عايزين كتير على ان احنا هنحط مانجا، والمانجا معانا مسكره، وكمان هنحط كريمه. بعد كده بعد ما حطيت السيرب، قطعت بقى الكنافه بالمنظر ده علشان لما اجي اخد بقى منها تبقى كده متقطعه وجاهزه معايا. وبعد كده جبت طبقه كده من الكريمه. عايزه اقول لكم كوبايه بس من الكريمه كده، ومعايا معلقتين بستر كريم، وضربتهم كده بشويه ميه، وما شاء الله طلعت جميله جدا جدا. وهنا كده كان معايا شويه كده من الكريم شانتيه، عملت كده كام ورده كده في الصينيه. وهنا هنزل زي ما انتم شايفين بالمانجا. ومعانا بقى الفستق الكداب علشان نكسر اللون ونخلي طبعا شكل البايركس بتاعنا تحفه كده. هنجيب بقى الفستق الكداب وهنحط كده زي ما انتم شايفين شويه كده في الحروف، هتدي شكل ولون وطعم تحفه. شايفين ما شاء الله شكل البايركس تحفه بجد، اللهم بارك. ما شاء الله جميل جدا جدا. والنص كيلو عمل كميه حلوه، يعني لو عندك ضيوف ما شاء الله هيكفي، وكمان هيفيد لما تحطي كده كل واحد قطعة كده ولا قطعتين، هيبقى جميل جدا جدا معاكي. شايفين اللون كده وشكلها وطعمها بجد ما شاء الله تحفة جدا. وكمان عايزة اقول لكم الطبقة اللي احنا حطيناها في النص اللي هي كانت طبقة المانجا ساحت كده شوية وبقت طعمها جميل جدا جدا، اللهم بارك. شايفين ما شاء الله شكله تحفة بجد. والله الكب الصغير بيبقى غالي جدا، يعني انا سألت عليه فتح الله قال لي 65 كب صغير، يعني كب ما يكفيش حد اصلا. والحاجات دي بتبقى غاليه جدا جدا عند الحلواني، يعني الحلواني النضيف اللي هتجيبي من عنده فعلا كيلو كنافه بالمانجا هتلاقيها دخلت ل 380 كده و400. اسعار غاليه وعاليه جدا. لا احنا بقى بأقل التكلفه عملناها في البيت، وزي ما انتم شايفين شكلها جميل، وكمان تشرفك قدام ضيوفك، وطعمها بجد تحفه جدا. جربوا الطريقه دي
دي على ضمانتي هتعجبكم جدا، ومش هتشتروا حاجة تاني من بره، لان الطعم هيوديكي في حتة تانية خالص. طعمها رهيب، جميلة جدا جدا. وحبايبي اللي بيقولوا لي ما عملتيش كحك وبسكوت ليه، انا والله قلت في فيديو قبل كده ان والدتي متوفيه ومش هينفع ان انا اعمل طبعا حاجه، فاحنا طبعا اهو بنعمل برضو على قد ما بنقدر فيديوهات الحمد لله وبننزلها. شايفين ما شاء الله شكل بقى الكنافه عامله ازاي. وهنا قطعت حته، بس طبعا الحته دي ما جاتش معايا. شايفين ما شاء الله بعد ما اتقطعت. انا عايزه اقول لكم للامانه انا زينت الكنافه وهي سخنه، يعني انا ما سبتهاش تبرد. يعني انت سيبيها تبرد، لان انا كنت مستعجله عليها بصراحه، فانا ما سبتهاش تبرد. فتحسوا ايه ان القطعه مش طالعه مظبوطه، بس هي في الاول والاخر تحفه رهيبه بجد ما شاء الله اللهم بارك. فاحنا نسيبها تبرد عشان لما نيجي نحط الكريمه ما تسيحش، عشان لما نيجي نزين بعد كده التزيين بتاعنا يطلع حلو معانا. بس طبعا دي كنافه المستعجلين، ما كانش ينفع ان انا ما اعملهاش، لان طول الشهر بتطلب مني وانا مش عارفه اعملها بصراحه. فجه الوقت الحمد لله اللي انا اعملها، وطلعت جميله جدا جدا اللهم بارك. وزي ما انتم شايفين ده بيكون فيديو النهارده، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.